زي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. طبعا دي مراية بتاعت هونداي. هونداي ايه انا معرفش تحديدا، ولكن انا لقيت الفيديو عجبني قلت اعرضه لكم. طبعا انا عملت السياخ والدورنات وانك تظبط اللاين وانت ما عندكش اي دليل حتى على شكل المراية. انا ما عملتهاش قبل كده وتعملها كده الحمد لله بفضل الله بنوصل لأي حاجة. ده اللاين بتاع الإشارة، ده ملوش علاقة، ده تريك لازم يبقى ماشي مظبوط. الإضافة الأخرى إن أنا طبعا بضيف ده عشان كل حبايبي وكل إخواتي في كل دول العالم يستفيدوا. وطبعا إحنا قناتنا قناة عالمية، ومش بعمل ده عشان تجيني، أنا بعمل ده عشان تاخد فكرة وتصلح دلوقتي أو بكرة. خد راحتك، أنا صرحتك قلت لك كل حاجة بالتفصيل عشان توصل للحلول وما تتعبش وترتاح على طول. خليني بقى اقولك ان شاء الله ازاي هنبني ده. ومش ده بس اللي في المراية كان فيها تفاصيل كتير جدا، ولكن انا صورت لك اصعب حتة فيها، او ازاي انت لا تتخيل طبعا ان دي ترجع سليمة. تمام، زي ما انتم شايفين الراجل ده راجل محترم وجاي لنا من السويس عشان يصلح المراية دي، مع العلم ان المراية دي بقى موجودة وفي منها صيني وبسعر قليل. الإضافة الأخرى هو جاي لك علشان انت هترجع القديم جديد مش عشان هتصلح. قال لي هي لو كانت هتتصلح انا ما كنتش جبتها عند حضرتك، انا عارف ان انت ما بتصلحش وكل فيديوهاتك بتابعها بقالي فترة طويلة جدا. تمام، وقال لي ما بسيبش فيديو الا لما اقعد اتفرج عليه واخد فكرة، برغم انه راجل مش صغير سنه مع يعني متوسط. ولكن عايز اقول ان احنا اما بيجي بعض من الناس يقول لك دي موجودة دي محلولة، في اضافة صغننة بس عايز اضيفها هنا. هل الصنايعي لما يشتغل في المراية دي ولا لما يشتغل في بي ام؟ بالنسبة للصنايعي الشغل كله واحد، يعني مفيش حاجة اسمها بي ام ومرسيدس وفيات ومراية كذا. الزبون اما بيجي لك في مراية زي دي تقول له سعرها كذا يقول لك غالية، هي كلها على بعضها جديدة بكذا. ولكن جبران الخواطر ان انا ما بقدرش ازعل حد، ما بقولش لحد ده ما ينفعش ولا مش هشتغل في دي. المراية دي برضو عشان تعمل الشغل اللي فيها خدت حوالي 4 ساعات او 3 ساعات ونص. طبعا لو هنتكلم على الفلوس والغنى وان انت ممكن تعمل فلوس كويسة مش هشتغل في المراية دي، اشتغل في بي ام. لان المراية اللي زي دي في ام هتعمل لها مثلا حوالي اقل مراية في ام بالاحجام دي الموديلات يعني اللي بدأ من 2016 زي دي او الكلام ده. المراية الصغيرة اللي هي العادية يعني بتاعت العربيات الصغيرة 300 والكلام ده هتعمل لها في حتة 10,000 جنيه. لما تيجي تصلح مراية وتقول له 3000 جنيه رجعتها لك جديدة هيقول لك حاضر. طب بالنسبة بقى نفس الشغل أو أكتر منه في مراية زي دي هتقول له 3000 جنيه ازاي وهي المراية أصلا كلها على بعضها ممكن تعمل 2,500 2000 جنيه 1500 اللي هي ازاي؟ طب نحل المشكلة دي ازاي؟ المشكلة دي أنا حلتها إن قلت لك ما تصلحش عند حد، شوف الفيديوهات وتعلم. كبير صغير لازم تخدم نفسك وتعلم واعمل الشيء. بالنسبة للمادة ممكن تبعت تاخدها من عندي. بالنسبة للبدائل في بدائل كتير جدا، قلت برادة حديد برادة تيل أرانديل، في حاجات كتير قوي ممكن تبني بيها. وفي مادة جديدة هنزلها لكم كده بيبنوا بيها بسهولة ودي موجودة في السوق بعيد عن مادتي. أنا مش ببيع لك مادتي ولا أنا عايز أبيع المادة، لان طبعا اهتميت بالحاجات دي وقلت اراضي الناس. اللي اتكلموا ما يردش، واللي اتكلموا يقول لك لا بعدين ابقى اطلبها، واللي اتكلموا يقول لك اصلا مش في البيت اكنك شغال عندهم. وانا بعمل ده عشان اراضي مش عشان ابيع له، انا مش عايز ابيع ماده ولا بتاع. لكن عايز اقول انا بشرح ليه نقطه الفلوس هنا والكلام ده عشان الناس بتيجي تضيع وقت طويل جدا معايا وفاكر ان الشغلانه بنص جنيه. ده مش معناه ان عيب في الشخص، ده معناه ان هو برضه مغلوب على امره، ان دي حاجه بتكون غاليه بتكون رخيصة وانت هتطلب فيها غالي. لا، هنا بقى ده الفشل بتاع كل صنايعي. يقول لك انا ما بشتغلش في الموديل ده، بيدور على الشغلانة اللي هي بالشوكة والسكينة وياكل منها بس. وده برضو بسبب الزبون. يقول لك لا انا كنت جبتها جديدة مثلا.
طب لو هو اشتغل في الشغلانه اللي بينقيها، لا هو هيزعل ولا الزبون هيزعل، لان الزبون انت جايب لك مرايه تمنها 20,000 جنيه 30,000 جنيه حسب الموديل، والاخر يقول لك انا لقيتها بكذا، او لا مش هيجادلك بقى، لان المرايه برقم، وانت اما تقول له حتى في مرايه ب30,000 تقول له انا صلحتها لك بكذا، مش هيقول لك انت بتقول ايه. ليه؟ المرايه غاليه وانت ريحته وخدمته. انما اما تيجي تعمل نفس الخدمه دي في مرايه هي تمنها رخيص، انت شقيت وضيعت وقت وخدت قليل ومش مرضي، والزبون صاحب الشأن مش مرضي لان مرايته رخيصه، فكده في لبس في الموضوع. لكن عايز اقول لما انت بقى تعرف الدخلات منين او تحل ازاي وتقعد تحلها انت كده في بيتك وراجل معزز مكرم زي الفل، هتبقى حليت مشكلتك. واحد يقول لك بقى ايه ده انا ما عنديش العده، لا يا عم ليه مش كل واحد في بيتنا فيه عده؟ انا في بيتي فيه عده، ومش راجل صنايعي ولا راجل بتاع، انا بتاع قطع غيار. انا الكلام ده بعمله فن واختراعات وابداع. فانا عايز اضيف لكل الناس المحترمه، ليه ما تبداش وانت قاعد في بيتك؟ حاجه في السباكه باظت، حاجه في تلاجة باظت، حاجه في غساله باظت، ابدع. الصح ان تكون فنان، ما يخش الصنايعي بيتك. واحنا بنقطع عيش الصنايعي؟ لا خالص، احنا بنقول لك لا حد يستغلك، ولا انت تبقاش مرضي انت اللي عامل الحاجه بايدك، ولا انت ما تلاقيش حل لمشكلتك، ولا حد يتنك عليك ويقول لك جاي لك بعد شويه وما يجيش. احيانا بنطلب صنايعي للتلاجة للغسالة، هو مشغول برضه معذور بيروح كذا مشوار، وكلها حاجات بالنسبة له ب3 جنيه، فتلاقيه بيكلمك كده من طرف المعلقة، لا انا مش فاضي انا جاي، طب ربنا يسهل، طب لا مش الاسبوع ده، طب حاجة كده يعني. تمام. فانا في كل فيديوهاتي بعلمك تخدم نفسك بنفسك، ده مش عيب. العيب ان انت تعطل، العيب ان حد يعلي عليك، العيب ان ما تلاقيش لمشكلتك حل. بعض من الناس انا قلت ان احنا قناتنا قناة تعليمية، وبفضل اعيدها لهم في كل الفيديوهات، يقوم يقول لك بترغي كتير، يقوم يقول لك صوتك مش عارف ايه. اعتقد يعني اللي ما يسمعش كلامي وما ياخدش باله منه وبرضه يقاوح، اكيد ده عنده في مخه ربع مش موجود. ليه؟ انا موضح لك كل حاجة، بقول لك لو انت شايف الفيديو طويل جريه، لو شايف الفيديو طويل خده بداية ونهاية، لو شايف الصوت مزعج اكتمه، لو شايف ان الصفحة كلها مش عاجباك ما تتفرجش، وانت نورتنا في كل الاحوال من غير اي مشاكل. اما انا اقول لك ال3 4 جمل دول وانت تسمعني وفي الاخر برضه تجادل وتقاوحني، عندك حاجتين: يا انت غياظ، يا انت متضايق مني، يا انت الربع اللي في مخك مش موجود، لان انا شرحت لك ده وقلت لك اكتم الصوت، اصل فيديوهاتك حلوة بس انا صوتك مش حلو. طب يا عم خلاص، ما انا قايل لك اكتم الصوت، وانا قلت لك ما تتفرجش عليا او ما تشوفش الشغل. يا سيدي حقك تشوف الشغل، واحنا حقنا نريحك ونساعدك. انا ما اكونش انت نايم على، اكيد انت فاهم، والاخر اقول لحضرتك بصور الفيديو بياخد وقت وبتعب علشان انت تتعلم وتتفرج، حتى لو مش هتعمل ده بتتفرج بتستمتع، حاجة مفيدة. وارد كتير جدا ناس قالت لي انا اتعلمت منك، وناس كتير قالت لي حليت مشاكلي، وناس كتير الحمد لله بنعم ربنا، في ناس برضو محترمة كتير. واللي احنا شايفينه بيعلق سلبي ده مش محترم، ده راجل محترم وزي الفل، بس هو دماغه ضيقة، فاحنا عايزين نوسعها له بقى ونعلمه الشغل. قلت لك اكتم الصوت وما اشوفش تعليق سلبي بالنسبة للحتة دي بعد كده. تمام. اعقل يا ابو ربع ناقص، اكيد عندك ربع مش موجود، عشان انت بقول لك اكتم الصوت. ما دام انت كتمت الصوت بتعلق لي ليه؟ ما خلاص اديك بتتفرج وخلاص، اسكت اسكت. اذا لم انت فاضي يا ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم. فان شاء الله زي ما انتم شايفين احنا حددنا مكان الاشاره والدنيا جميله وزي الفل. هنا بقى في حاجات اسمها المبادئ، قبل وبعد. ايه قبل وبعد دي بقى؟ انا الاول خدت الوش من بره وظبطت الاشاره بتاعتي وكله تمام، بريح الاشاره هنا بجلخها مكان انه كانوا لازقينها بقرنديل، فبشيل القرنديل ده عشان اريح الاشاره. وزي ما بضيف لحضراتكم ان احنا نطلع الشغل محترم ومظبوط. تعالوا نشوف مع بعض احنا هنوصل لحل ايه. الاضافه اللي انا عايز اضيفها للناس، انا ما بصلحش، انا برجع القديم جديد.
مهما كان وضع المراية، مهما كانت مستحيلة، مهما كانت مفيش مستحيل، انا قلت الكلام ده قبل كده. تمام. هنا بقى بنعمل اللاين الداخلي بس بعد ما خلصنا التاني، علشان نعرف نخش له باللحمات من الداخل والخارج، لان لازم جوه يبقى فارغ علشان الاشاره لما تخش يعني ما ينفعش تصبها في بعضيها، لازم تبقى ايه، حاجه فوق حاجه زي ما انتم شايفين كده. خدنا طبعا 3 لاين بالسلك. السلك ده جاي من عريض لصغير وجاي من عالي لواطي، ففي حوالي 4 أو 5 اتجاهات ليوم حلول. تمام. زي ما انتم شايفين كده لازم الشغل يطلع بإتقان، يعني حاجات قبل وبعد، مش كلها طبخ في بعضيها وصب يلا خلصنا. وبعدين القواعد دي كانت مكسوره، والمرايه كانت مكسوره من ورا، والفريم الامامي ده كان مكسور. كل ده ما رضيتش اجيبه عشان الفيديو ما يطولش، لكن حاجات بسيطه، لكن التقيل اللي انا بجيبه لحضراتكم اللي انتوا شايفينه ده. وده بيكون مهم جدا ان احنا نمشي تفصيليا. تفصيليا دي بقى عشان اخواتي وحبايبي يفهموا ده، ان ده مهم. المبنى ان انت تاخدها بداية ونهاية، بس تعرفني وصلت لده ازاي. وده طبعا بيأثر على كاميرا الموبايل، ان احنا بنصور بكاميرا الموبايل. في واحد مخصوص واقف يصور، في حضرتك انا لازم اشتغل بطريقة معينة وانا معوج عشان تيجي قدام الكاميرا، مع ان دي مش عدلتي، بس لازم اشتغل على العدلة اللي مش عدلتي عشان الكاميرا تشوف ده. تمام. الاضافة الاخرى اعرفك بس تفاصيل الاخراج. الاضافة الاخرى لازم تاخدوا التفصيلة بداية ونهاية وقبل وبعد والدورانات، وتشرح بإيدك زي ما انت شايف، قالك ضيق وواسع وعمال يشرح. دي في الإخراج عشان الناس لما تيجي تفهم ده تشرحه وانت بتقول الفويس اوفر. والفويس اوفر وانا بخرج وبصور بثبت على الكلام اللي انا هقوله لك، في حتة ان انا خدت من واسع لضيق، يعني جاية من عالي اهو لواطي، ولازم تكون عريض وتضمها من الامام، وكل ده انا قايله في التفاصيل. طبعا كل ده بياخد وقت في التصوير، مع الفويس اوفر، مع ان انت ترتب العمل، مع حضرتك ان احنا نيجي نتكلم نقول ده ازاي اخراج. دي يعني ترتيب العمل، لان الناس تفهم اخراج ان انا اعمل فيها برم يعني. لا، انا قلت انا قبل كده ورشه النقابه دفعه ثالثه، ومثلت في السينما وبسجل في اذاعه والتلفزيون، وعملت شويه حاجات حلوين الحمد لله. فعندي فكره وخلفيه بالتصوير والكاميرا وكل حاجه، مش لعبه يعني، مش انا بصور كده وخلاص عشوائي، او بقول لك الفويس اوفر عشوائي، كل حاجه مترتبه لها الحمد لله. وفي الاول وفي الاخر قبل اي حاجه كله بتوفيق ربنا، ثم بدعواتكم الجميله، ثم بكلامكم الطيب بتخلوا الواحد عليكم ما يغيب، ولا على كلامي حد يعيب، ولا فيا ولا فيكم انا، لا انتوا تسيبوا ولا انا سيب. خليني اقول ان احنا بنطلع الشغل مظبوط ازاي. طبعا احنا عملنا الدوران الداخلي والخارجي، هنبتدي بقى نرسم وننحت. وده طبعا قلت قبل كده الصاروخ ده مبقاش شغال على طول فن ووقف فن ووقف. ليه؟ عشان ما ياكلش يعني الشغل اللي انت عامله او ياكل في البلاستيك، يبقى تحسيس. ارسم ده نحت، ولذلك هطلع لك الدوران مراية حرير في الاخر. الاضافة الاخرى بركز ليه على كلمة حرير، دايما بطور من نفسي، مع العلم ان من الاول الشغل حلو بس في احلى. كل يوم تقول في احلى وفي احلى وفي احلى، ما تقفش على وضع معين. انا كنت الاول بسلم الشغل للصنايعي يمعجن ويرش، لا احنا مش هتمعجن خالص، انا بديك ما تمعجنش، يا دوبك بس لمسه بسيطه كده. ليه ما تمعجنش بقى؟ وليه انت حاطط في الدوران ده حديد؟ قلنا الحاجه خدها من كذا زاويه. ما تمعجنش عشان المرايه بتتخبط كل شويه، الدوران ده بتاخده حديد عشان كل شويه بيتخبط. تمام. فلما يجي يتخبط ما يطقش او اللحام ما يتكسرش. طب لو انت لحمها بلاستيك، طب لو لحمها فايبر هتتكسر. ليه بقى؟ عشان مفيش سيفتي وامان في الموضوع، عشان مفيش تكنيك عالي في الموضوع، عشان مفيش ترتيب. هو ده اللي انا بقوله. فهنا لما بتاخد الحاجة من كذا زاوية، يبقى احنا قلنا اعمل حساب بقى الصنايعي، اعمل حساب بتاع البويه ما يشتغلش، يقعد يمعجن كتير ويليط، وبعد كده تطلع المرايه بعد ما يحط معجون يجي يصنفر الازازه تطقر، اصل مش مظبوطه، اصل مش عارف ايه. لا، الشغلانه انت تديها له حرير. انا رايح اشتري كفر جديد، ده مش كفر مبدئيا بس عشان الناس ما تفتكرش ان ده كفر، ده المرايه، يعني ده المرايه مش الكفر، احسن الناس تفتكر ده كفر. عشان كده انا بدات بيه الاول، لان عندي مشكله في المرايه كبيره، عملتها برضو قدامكم هتشوفوها. لكن ده المرايه مش كفر، مش زي المرايات التانية، ده اللي بيقعد عليها الشاسيه ويربط جوه وكلام من ده. ما علينا.
حضراتكم هنا بقى وانت بتفنش الدوران الداخلي زي ما قلت، ما تديش بقى للبهياجي تعلى منه بعد ما يجي يقفل المرايه تدقر، ونرجع نقول اصل الشغل مش مظبوط، وفي الاخر صاحب الشأن يقول لك يا عم اصلها متصلحه، همشي حالي بيها دلوقتي. عشان كده انا بقول لك انا ما بصلحش. ليه الحاجه بتاخد معايا 4 ساعات و3 ساعات ومش عارف ايه؟ وليه بقول لك ما تجيليش؟ انا مش عايز اصلح، انا مش لازمني اصلح، انا بتاع قطع غيار. انا بعمل ده علشان الناس تستفيد، انا حابب الشغل. لكن انا لو قعدت اصلح لكل الناس ان شاء الله انا لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اقعد، وكله في الاخر كلام فاضي. الناس فاكره ان الخامات دي مثلا قليله، او انا بيقيمني ببتاع البلاستيك اللي على الناصيه، او بيقيمني ببتاع الفايبر، او بيقيمني طبعا بلغه دماغه اسمها اتصلحت. يا باشا انت صلحتها وانت جبت لي مرايه؟ بيقابلنا كتير. ولكن انا ما بصلحش، ده فن وابداع وصنعه وموضوع تاني خالص خالص. ده مش صنايعي، ده فنان. مش بقول انا فنان وانا اللي مفيش مني، لا كلكم احسن مني، بس انا عايز اقول يعني ده ملوش علاقه بالصنعه، انت بترجعها لي جديده كما كانت. محدش هيعمل ده، والا لو هيعمل ده مش هياكل عيش ولا هيقعد ولا يكسب ولا اي حاجه خالص. طب وانت بتعمل كده ليه؟ انا اللي ساندني في الشغلانه دي شويه قطع الغيار اللي ببيعهم بتوعي. انا عندي قطع غيار BM، تمام؟ فما ببيع قطع غيار انا مش هطلع على الفلوس دي، فبشتغل بحب. انما لو هشتغل عشان الفلوس لازم الشغل يبوظ، تمام؟ لو هشتغل عشان الفلوس لازم الشغل يبوظ، هكروت واسرع ويلا مشي دي عشان تنتج، زي سواق التاكسي بيجري بيك علشان يجيب فلوس، زي مش عارف مين بيخلص عشان ينجز عشان ياخد فلوس، زي مش عارف. لا انا مش دي مش شغلانتي، والا مش هقعد في بتاع زي دي 4 ساعات. ليه يعني؟ ليه 4 ساعات يعني؟ اضيع وقتي ده كله ليه؟ ما تروح جيبها جديد احسن مثلا. لكن انا ما بقولش لحد لا، وقلت قبل كده انا ما بصلحش غير السلع اللي مش موجوده خالص، عشان ما تجيليش بسلع موجوده. اللي مش موجوده خالص والغاليه جدا جدا عليك، يعني ممكن تبقى موجوده بس غاليه جدا جدا، انا ارجع لك جديده زي كده. انا ما بصلحش، انا برجع الماتيريال احسن من الماتيريال الاوريجينال. برضو لو انت فنان وايدك حلوه وجميله، تعالى خد الماده، اللي قادر هيدفع ثمنها، واللي مش قادر هديله شويه هديه يعمل شغلانته، وده مني ليه. انا مش عايز حاجه من حد، انا عايز الدعوه الطيبه، الكلمه الكويسه، الاعلام الكويس للناس. ربنا يا رب يعلمنا ويعلم بينا ويكرمنا ويكرم بينا يا رب، واحنا مش محتاجين حاجه من حد غير الرضا الطيب والكلام الطيب والدعوات الطيبه. بصوا ما شاء الله، بصوا النعومه، الحديد باين جوه اهو. طبعا الحديد ده لا بيصدي ولا الكلام ده في الماتيريال، لانه طبخ جوه الماتيريال وبعد كده يتعفر ويترش ويبقى لون العربيه. دي طبعا انا ما جيتش عندها عشان تبقى لون العربيه، انا صلحتها كلها وعملت كل اللي فيها وبقت فك ورباط كده على وضعها. انا خدت تيست ماشي. يلا شيل تاني يا عم عشان نبتدي نصلح المثلث بقى. هنخش على الصعب تاني واحده واحده. يلا خش على المثلث. مثلث جاي لي 2 وناقصه جويط، مكانه مكسور والجويت مش موجود. بصوا مطر المسمارين بس، الجويت ده يعني المسمارين دول، مسمارين اهو، والمسمار التاني مش موجود ولا قعدته موجوده. طب احنا هنا عايزين نلحم بالظبط، وعايزينها ما تبانش، وعايزينها ما تاخدش معجون. ينفع نعمل ده يا استاذ؟ بأمر من الله ينفع نعمل ده. عشان كده الناس بتجيلك من بعيد، عشان كده اللي بيمشي عندك بيبقى سعيد، علشان كده الناس منك بتستفيد، علشان كده انت كل يوم عندك جديد. تحياتي لكل الناس، ومعاكم عبد الحميد هيرجع لكم القديم جديد. هنا اول حاجه بناخد سيخ، الموضوع ما يبقاش لحام وخلاص زي ما قلت. انا هنا بعمل لنفسي مش للناس، يعني مش بصلح دي عشان حد، انا بصلحها لنفسي. انا كل شغلي لازم الاتقان في العمل، الضمير، تمام، الفينش العالي والجوده العاليه. طيب السؤال التاني اللي بعده اللي بنضيفه في كل الفيديوهات، لازم يكون عندك حب للشيء عشان تكمل الطريق، المعايير المظبوطه، يعني ما تزودش خامات، التايم يعني تدي لكل حاجه حقها، ما تزودش ولا تقل. يعني ما تقعدش تأفور في الشغلانه تبوظ منك، وما تقعدش تقلل في الشغلانه ما تصلحش معاك، تمام؟ زي ما قلت خياطه اهو عشان ما تبانش، يعني انت مش هتبينها، لا بأمر من الله مش هبينها. خليك معايا للنهايه وشوف ازاي كملنا الحكايه، تمام؟ هنا ما شاء الله الشغله زي ما انت شايف، الحمد لله على وضعها، وكل حاجة هترجع زي الفل. الصبر طيب، وخليك منه قريب، وبلاش عليا تعيب ولا عليا تغيب ولا فيا تسيب، وكل يوم اديك الجديد وكل يوم هتستفيد. ناس بتعيد وتزيد، وانا بتكلم في المفيد. اللي عنده جديد يعلمنا،
واللي مش عنده جديد لازم يفهمنا ويقعد ويسمعنا، وبلاش بالكلام الفاضي يوجعنا. احنا عايزين الناس تتعلم، وبلاش من الكلام كتير تتكلم. افهم واصبر تنول، والكلام هنا لازم يكون معقول. ما شاء الله بقت مراية. انا خدت هنا سيخ وهنا سيخ واسفل سيخ وكلها سياخ، وطبعا ما شرحتش كلها سياخ عشان اعمل لكم سياخ كتير قبل كده. اكيد انتوا فاهمين الشغل كله حديد في حديد. تمام، يعني تقف عليها ما تتكسرش؟ لا طبعا. يعني ما تتخبطش تتكسر؟ لا طبعا. طب يعني عايز تقول لي الحمك ده ايه؟ ضمان مدى الحياه. ليه بتقول ضمان مدى الحياه؟ لحام جوه حديد، لحام جوه حديد، فمش هيتقطم تاني. هو بلاستيك ممكن يتقطم، يعني دي لو اتخبطت هتتقطم من حته غير اللي انا عاملها، لان جواها حديد، هيتقطم ازاي؟ تمام. زي ما انتم شايفين ما شاء الله رجعت جديده لانج، وده اللي انا قلته لحضراتكم، ولا معجون ولا دياولو. واللون الاصلي زي ما انا برش كل الحاجات بلون الشركه، اللون الاوريجينال، تلاقي الحاجه على وضعها. تمام. طبعا الرش اللي انا برشه ده غالي. لا هنشيل السلك ده تاني، احنا ركبنا غلط. شيل يا عم السلك ده ويخش من جوه. تمام. هنربط بس المسمار ده عشان ما ننساهوش. مفيش حاجه هنا بننساها، لازم ترجع كل حاجه كما كانت. التقفيل، وهوريكم ان كله ترجع جميل، وان احنا ما عندناش مستحيل. شيل السلك، عدي من جوه، يلا بينا خش بالسلك تاني. السلك ده بتاع الاشاره يا جماعه، وهم قاطعينه مش انا اللي قاطعه، يعني هو جاي لي كده من الاول. انا بقطعش سلوك ولا بعمل حاجه، وبرجع كل حاجه في مكانها. هنركب دي في مكانها، بس طبعا لازم نظبط في مسمار خلفي لازم نجيبه برضو معانا، وده هنجيبه دلوقتي. يلا احنا كده المسمارين الاوريجينال، يلا خش بينا بقى. فك ورباط ده اللي انا ملحمه، قرب براحتك، مش هيلف ولا يفك، لا طبعا لحام 100% ويمسك على اي وضع وعلى اي حال. يلا خد المسمار الخلفي ده عشان نربط. ثانيه واحده، في مسمار خلفي هنا، يلا بينا. ادينا المسمار ده، يلا ربطناه، مع السلامه. خش بقى يا سيدي بالثلاث مسامير الاوريجينال. خلاص كده هنبتدي نقفل. يلا بسم الله. انا بس حابب اقول لكم ان كل حاجه بترجع كما كانت، لا في فرق في مسمار ولا في فرق في مثلث ولا في فرق في حاجه. طبعا المرايه الراجل هيرشها لون العربيه، عشان كده انا ما رشيتهاش، انما هو لو قال لي رشها لي اسود كنت رشيتها. لون العربيه ده بقى لازم يدرب لونه ويطلع اللون. والحمد لله المرايه رجعت حلاوه، وما شاء الله كل حاجه على وضعها. طول بالك شويه، ترتاح ايامك اللي جايه، تكون قد المسؤوليه. تقفل وتفتح المرايه دي فولنج، يعني بتقفل كهرباء. تمام. بس هي عادي اللي تقفل كهرباء دي ينفع اقفلها بايدي عادي، بس بطريقتي يعني عشان ما تبوظ التروس. المرايه بقت كلها زي الفل، ولا اي كومنت. اللي جاي احسن واقوى. ركبنا الكفه هنا، مفيش فرق خالص. الفرق اللي جوه ده بتاع الاشاره لازم يبقى موجود، عشان بس ممكن الناس تقول لك في فرق. لا طبعا، انا ماشي باللاين مظبوط وكل حاجه زي الفل. زي ما انتم شايفين حلاوتها وغلاوتها وشقاوتها رجعت كما كانت. السنه طبعا في فيديو جديد، فكره جديده وحل مشكله جديده، وتقول لنا رايكم. والمرايه رجعت جميله. هو راكب ازازه بقى كفه، هيعمل لها كفه عشان الناس برضه بتتكلم على ظروفها، وان شاء الله خير. اللي جاي احسن واقوى، والشفه وكل حاجه عاوز موجوده زي الفل. مفيش اي كومنت على الشغل، كل حاجه راجعه على وضعها. وكمان الشغل انا بحبها، برجع كل حاجه على وضعها. مرايه من جوه وبره، مش هيمعجن ولا حاجه، هيرش على طول. زي ما انتم شايفين المثلث رجع جديد باللاين بتاعه بكل حاجه فله، مع انه مقطوم 2. بس انا حبيت اوريكم ان كل حاجه جميله وبنرجعها، والمسامير ركبت في مكانها، والمسمار الناقص كملته، والاشاره ركبت زي الفل. مفيش حاجه فيها كومنت. اللي جاي احسن. بصوا الدوران ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللي جاي احسن واقوى، وهيكون جميل. وحقكم عليا لو الفيديو طول شويه، وزي ما قلنا اللي مش عاجبه يجري، يكتم الصوت، يعمل اللي هو عايزه، المهم يستفيد. ده صاحب الشأن وجاي من السويس. طبعا فيديو جديد، فكره جديده، وحل مشكله جديده، والى اللقاء. تحياتي الجميع.